بكالوريوس طب بنها 2004، ماجستير بنها 2010، ودكتوراه جامعة الأزهر الشريف 2019. حضرتك ليه اخترت العنوان ده بالذات للبودكاست؟ طب بجد مش هبد، عاوز أعمل حاجة تكون بتقدم معلومات موثقة. أكبر سن عملت له حقن مجهري، أنا عملت السيدة عندها 51 سنة. المريضة دي طلعت 6 بويضات ما شاء الله، وكونت 5 أجنة ممتازين. عمي الدكتور حسن توفيق ربنا يبارك في عمره ويديله الصحة، يعني هو ده مثلي الأعلى وقدوتي في الحياة عموما، يعني أستاذي وصاحب الفضل عليا اللي لا يمكن أنكره. دكتور أحمد يوسف رزق، أنت هتبدأ معايا تنشيط وأنا لسه الدولة ما جاتش، أو هتبدأ معايا تنشيط وأنا الدولة خلصانة بقى لها أسبوعين؟ أيوة، إحنا عندنا بروتوكولز كتيرة جدا نقدر نعمل بيها كده، ونقدر نبدأ من أي وقت في الدولة، مش شرط نبدأ وهي موجودة. أنا ما عنديش أطفال خالص لسه، رايح أعمل تحديد جنس جنين، ده معناه إن أنا النوع التاني أنا مش عاوزه، ده حرام. في قاعدة تنطبق على السعوديين مثلا، تنطبقش على المصريين، أو تنطبق على التوانسة، تنطبقش على المغاربة. جنسيات تانية بنحس إنه مع السن مخزون المبيع بتاعهم كويس، يعني تلاقي واحدة مثلا عندها 44 و45 و46 وتلاقي لسه خصوبتها كويسة وقادرة على إنتاج بويضات كويسة. الشعب المصري ده بالذات تحس إن هو ملوش كتالوج. حضرتك اتعلمت على ايد مين؟ دكتور أبو الدهب فريد، دكتور محمد عبد الرحمن الله يرحمه، دكتور احمد ابو السرور، وجودت على ايد الدكتور حسن طرباوي. وانس انه يتذكر الحقن المجهري او يتذكر مجال تاخر الحمل عموما، لازم يتذكر 3: دكتور محمد ابو الغار، دكتور جمال ابو السرور، والدكتوره رجاء الله يرحمها. دكتور جميل، هل عمليه زراعه الرحم متواجده حاليا في مصر؟ نفاجئ ان هم جم في الشهرين 3 دول حامل. وايه الحاجات المهمه اللي حضرتك بتركز فيها بالنسبه لتحليل الزوج؟ كانت الابحاث العلميه بتقول ان منظار الرحم المفروض يتعمل لكل الناس قبل ما تعمل حقن مجهري. طب ما في ناس كتير جدا وزنهم زايد جدا ووزنهم مش عارف 100 وكام وبتاع وعملوا حقن مجهري ونجح. هل ممكن يحصل لخبطه في الحيوانات المنويه او البويضات؟ يفرق معانا في جرعات العلاج، يفرق معانا في نتائج العمليه، يفرق معانا في جوده البيضات.